سلام الأميرات وريداتي الفنات اللي منورين ليا الحياة. نتمنى الناس تكونوا بخير. الجميلات ديالي هانا رجعت معكم في القصة الثانية ديال اليوم. اللي مازال ما شافش القصة الأولى غادي نخلي الرابط ديالها في أول تعليق. دابا الغزالات ما نسيتش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة الثانية ديالنا. معكم ملاك. حتى أنا اليوم بغيت نعاود لكم قصتي وما داز عليا، وغادي نبدا لكم حكايتي من الأول ديالها. انا تزاديت وكبرت في اسره اللي متوسطه. الاب ديالي تاجر ومامتي ربة بيت. مامتي الخلفه ديالها كامله بنات، كانت ولدت 6 ديال البنات وحبسات. قالت الله يجعل البركه، كانت عارفه الا بقات غير كتولد باش تقلب على الدري غتبقى تولد حتى دير ملعب ديال الكره. مشات ايام وجات ايام. الام ديالي والاب ديالي رضاو بمكتب الله وكانوا فرحانين بهذوك البنيات، وبقاو هكاك حتى العائله كامله بداو كيقولوا ليهم خاصكم ضروري تزيدوا السبع. راه اكثريه الناس اللي كيكونوا عندهم البنات كيجيبوا الولد في المره السابعه. المهم بداو كيعمروا الماما راسها، واخا في داك الوقت كانت نيسات وكانت قالت بارك عليا من الاولاد الله يجعل البركه. المهم بقاو كيضغطوا عليها حتى بدات كتفكر في الموضوع من جديد. جاورات مع الاب ديالي فحال ما عجبوش الحال، وقال لها انت كتشوفي البنات تبارك الله كبروا وقربوا يتزوجوا، عاد انت طيحي ولدي. ايوا مني منك حتى كانت قنعاتو وقال لي دبري راسك. ايوا الحاصل ميمتي كانت حملات وولدتني انايا، واخا كنت بنيه ولكن فرحات بيا وقالت هذه عطيه الله، ما عرفنا الخير فين كاين. ايوا النهار اللي تزاديت داروا لي واحد الاسبوع ما نعاودش لكم عليه، وفرحوا بيا واحد الفرحه اللي كانت كبيره. كنت انا هي الضو ديال العينين ميمتي، كانت كتسطى وكتحماق عليا. كنت مدلعه ومفشه اللي حليت عليها فمي كتجي حتى لعندي. واخا هكاك كيف بديت كنكبر بدات كتربيني وخلاتني نكون متوله نقيه حادقه. فيما حطيتيني فيما تلقايني. واخا في داك الوقت خواتاتي الكبار كاملين زعما كانوا كيشقاو وكيتعاونوا مع ميمتي في الدار وداك الشيء، ولكن حتى انا كانت كتزيدني الشقا. ماشي زعما باش حتى انا نشقى، ولكن كانت بغاتني نتعلم. ما بغاتنيش تخرج حاشيه، ما بغاتنيش نكون من هذوك البنات اللي كيكونوا مدلعات كيجي واحد الوقت كتبغي تجبد من كتافها شي حاجه ما كتلقى والو. تعلمت الطياب باشكال والانواع ديالو، الشقا والتاويل، وكنت بنت حتى في القرايه كنقرا مزيان. الحصول وما فيه بديت غاديه وكنكبر حتى وصلت للباك. الحمد لله خديت الباك واخا ما خديتوش بالنقطه اللي كنت باغا. ومن موراها كنت درت التكوين المهني في هذاك الشيء اللي كيعجبني، ومن بعد هذاك الشيء كنت خدمت في واحد الشركه. المهم الامور حتى لهنا كانت مزيانه والامور كانت طبيعيه. في داك الوقت 3 ديال خواتاتي الكبار كانوا تزوجوا و3 كانوا باقيين، وطبعا انا راه كنت هي الصغيره، وخواتاتي اللي كانوا باقيين كانوا كبار مني. هذوك خواتاتي اللي كانوا جالسين معنا في الدار كنت كنحماق عليهم وكيحماقوا عليا وما بيناتناش المشاكل. كنا فاهمين كاملين خدامين. كنديروا النوبه على الشقا، ميمتي حتى هي ناشطه، الامور كامله مزيانه. اما هادوك خواتاتي اللي مزوجات 2 فيهم كانوا شادين ديورهم، ووحده فيهم كانت خيطه بيطي عندنا في الدار. كانت كتجلس عندنا كتر ما كتجلس في دار راجلها، ودائما جايه بصداعها وبالمشاكل ديالها، وخاصه معايا انا ما كانش كتحمل فيا الشعره، وكتطلع وتنزل كتقول لي انا غسلت ليك، انا بدلت لك ليكوش، انا ديتك الحمام، خاصك تحترميني. وكانت كتبغي تفرض السيطره ديالها عليا وكتبغي تحكم فيا. ما كتحترم بلاكار ديالي، ما كتحترم حوايجي، ما كتحترم صاكي، يعني ما كانش كتحترمني نهائيا. وانا ما كنتش كنتقبل هذا الشيء. وبدات كتمرضني في صحتي في الوقت اللي كنقولوا اختي هزي ولادك وسيري لدارك، بركه ما تبقاي تجي عندنا خيطي بيطي. كتقول لك دار با هادي ونجي ليها وقت اللي بغيت. كنقول لها جي لها وقت ما بغيتي، ولكن ماشي لهاد الدرجه، لان السيده راه كيف ما قلت لكم كانت كتجلس عندنا كثر ما كتجلس في دارها. المهم بداو الصداعات، ولا السيده كتجبد لي صداع حتى مع والديا. فين مشات منين جات، مالا دايره بحال هكا، مالا لابسه هذاك الجين، مالا دايره هذاك التريكو. مهم كتجبد صداعات ودارت لي واحد الضغط في حياتي اللي ما نقولش لكم عليه. وليت كنهز يدي السما كنقول يا ربي يا ربي غطيرني من هاد الدار. صافي ما بقيتش حامله العيشه في هذيك الدار. كيف ما قلت لكم يعني الاب ديالي ميمتي خوتي كانوا الله يعمرها دار، ولكن هي كانت محرة فينا العيشه. ماشي غير بوحدي، راه حتى خواتاتي وحتى ميمتي. هي راه كانت كتجي كتضرب مع امي وكتبقى عليها بالمعيار والسبان، وفاش امي كتهضر كتقول لها ما تسوقكش انا جايه لضرب با. المهم هذيك اختي ما كانت كتحترم حتى شي واحد، ويمكن هذاك الضغط اللي كانت كتعيش مع راجلها ومع عائله راجلها كتخرجوا فينا حنا.
ايوا بقينا هكاك، انا ما عمر شي واحد ما دق ليا الباب ولا خطبني ولا حاشاها ليا، واخا كنت واحد البنت اللي زوينه وما فيا ما يتعب. وماشي انا، حتى خواتاتي اللي كانوا كبر مني كان كاملين زهرنا معوج، وحتى شي حاجه ديالنا ما بغات تقعد. كان عندنا واحد العكس في الشكل، الا كان من عند الله مرحبا به، اما الا كان من عند العبد ما حنا مسامحين ليه. ايوا هي هذيك بقينا هكاك حتى النهار اللي واحد جداتي توفات. جداتي كانت عزيزه عليا بزاف. المهم دوزنا العزه ديالها. النهار الثالث كانت هزت التليفون ديالي وبالصدفه دخلت للفيسبوك، وانا كنت داخله في واحد الجروب ديال البلاد اللي منها الوالد، يعني من الاصل ديال الوالد كانوا دايرين تما واحد الجروب. دخلت ليه كنلقاهم دايرين تعزيه باسم جداتي، حيت حنا العائله ديالنا كانت معروفه، يعني تما كانوا الناس شي كيعرف شي، ما كانوش عائلات بزاف. دخلت وقلت لهم شكرا بزاف زعما على التعزيه وهذا، وخرجت. من موراها بنهار غادي يوصلني واحد الميساج غيقول لي السلام واش انت حفيده فلانه؟ قلت له قال لي واش بنت فلان؟ قلت له قال لي كدايره لاباس عليك؟ انا راه ولد فلان. قلت له راه ما عرفتكش. قال لي مهم انا راه من الدوار كديره، مهم الله يعظم اجركم في جداكم كانت مرا درويشه، وحتى باباك الله يعمرها دار. صافي وبقينا كنهضروا، هضره كتجبد هضره كتجبد هضره، حتى كنت تعرفت على الولد سميتو محسن، كان قاري عنده الاجازه ديالو، غير هو ما لاقيش خدمه. وفي هذاك الوقت كان ساكن مع والديه في الباديه. والديه كانوا ساكنين في العروبيه، ولكن ما تسمعوش العروبيه وتقولوا هذيك العروبيه زعما ديال اللي فيها التكرفيس، لا هما كانت عندهم واحد الفيرما كبيره بالضو بالماء، فيها واحد الدار الوسط دايره بحال الفيلا، مهم مصلوحه مقاده مصيبه، ولكن عندهم البهيم وعندهم حتى الخدامه اللي كانوا كيقابلوا البهيم واللي كانوا كيقابلوا الزراعه. المهم هي هذيك بديت كنهضر معاه، بدا كيصور لي الفيرما، كنصور ليه انا راسي. المهم نهار على نهار كنتعرفوا، حتى النهار اللي قال لي الصراحه انا عجبتيني وبغيتك للحلال. انا فاش قال لي هذيك الهضره كنت بغيت نتزوج به، حيت اولا ارتحيت ليه، وثانيا كنت بغيت نهرب من دارنا كانت حرارت فيها العيشه، لان هذيك اختي تقريبا ما بقات كتمشي عند راجلها حتى الليل، وبعد مرات كتبات معانا هي والجيش ديال ولادها. والصداع والمشاكل انا كنجي من الخدمه ما كنلقاش راحتي، وفاش كنوصل للدار كنلقى حوايجي كاملين مقربلين، والصداع كيكون سابقني. كيف كندخل كنبقى نتغاوت، حتى وليت كنتغاوت مع امي مع خواتاتي. المهم وليت باغا نهرب وكنت كنشوف خواتاتي اللي كبر مني مازال ما تزوجوش، خفت حتى انا نبقى بحالهم. وفي هذاك الوقت راه بديت كنكبر في العمر، وما عمر شي واحد قبل ما جا خطبني ولا تيسرات لي الامور في شي حاجه. صافي هي هذيك كنت قلت له مرحبا. تما بدينا كنتعرفوا على اساس ديال الزواج، والسيد كنت مفاهمه فيه معاه بزاف. مهم كان قال لي شوفي انا لا تزوج بك غادي تسكني معنا زعما في الدار مع الوالده، راه كاين غير انا والوالده، راه ما ينقصك حتى شي خير. انا ما تسوقتش وقلت عادي، يعني واخا غنسكن في العروبيه واخا غنسكن مع مو ماشي مشكل. انا يعني كيف ما قلت لكم ميمتي من النهار اللي عقلت على راسي وهي كتوريني الشقه، كنت حادقه فيما حطيتيني تلقايني، ما غاديش يغلبني الشقه ولا الطياب. وهذاك الشيء كيف ما قلت لكم ديال الباديه اللي هو الزراعه والبهايم، يعني عنده الناس ديالو. قال لي انت داك الشيء غير خوي منه راسك، راه ما عمرني نقول لك دخلي ليه ولا مثلا سيري ليه. قال لي زعما انت غير الدار تقابلي الدار تقابليني انا وميمتي صافي تعاوني معاها عادي. المهم هي هذيك انا كنت وافقت. ايوا السيد كان مشى دوا مع مو وقال لها بغيت بنت فلان. ايوا مو قالت لي واش انت وليدي تسطيتي، واش انت باغي تجيب لي بنت فلان اللي كابره في المدينه العربيه؟ واش هذه كتعرف تخبز؟ واش هذه كتعرف تطيب؟ واش هذه كتعرف تقابل الخدامه؟ واش هذه كتعرف دير هذه؟ واش هذه كتعرف دير هذه؟ قال لها ميمتي البنت راها حادكه ودرويشه والله يعمرها دار، انت عبد على الاقل شوفيها. قالت لي نون انا بغيت شي وحده بنت العروبيه، شي وحده درويشه بحالنا بحالها. ايوا الولد بقى مني منك حتى كنقنع عمو، وقال لها انا من غير هذيك البنت راني ما نزوج بحتى شي وحده. حصول ما فيه. السيد كان قنع ميمتو وكان دوا معايا وحدد معايا النهار اللي غادي يجيو يخطبوني فيه. المهم جابوا هذاك الشيء اللي قسم الله وجاو عندنا للدار، وحنا كنا موجدين. وطبعا كانت هذيك اختي اللي ما كانتش كتحمل فيا الشعره، وبعد المرات كنقول ياك ما هذيك البنت ماشي اختي، حيت التعامل ديالها كان خايب بزاف. غنرجع ونقول لان هذيك اختي هي اللي دمرت لي حياتي، وهي اللي خلاتني ندير بزاف ديال الاخطاء ومنهم هاد الزواجه. المهم هي هذيك
جا السيد عندنا للدار، جاب هذاك الشيء اللي قسم الله دوينا. ميمتي طبعا ما عجبهاش الحال وقالت لي يا بنيتي الناس كيمشيو لقدام ما كيرجعوش للور، واش بنيتي تسطيتي، واش بنيتي بغيتي تمشي تسكني في العروبيه؟ قلت لها امي راه ماشي بحال هكاك، وراه هو وعدني يبدا يخرجني ويبدا يساريني. قالت لي يا بنيتي واش تي غديها في دوك جوج كلمات ديال الحب والغرام؟ قالت لي يا بنيتي راه الزواج بنادم كيتبدل، راه شهر العسل حدو شهر وكيبدا غير البصل. يا بنيتي ديري عقلك، يا بنيتي واش تقدي عند العجوزه؟ قلت لها ميمتي واش انا الشقا غادي يغلبني؟ وهو قال لي ما غتمشي للبهيم ما غتمشي الفلاحه. قلت لي شوفي يا بنيتي هاودني منك، وهذاك الراجل انا بعدا ما مرتاحاش ليه، امو كتبان شاطه ماطا من الطراز العالي. اختي فاش مشاو الناس وجمعنا هذاك الشيء وهي تقول لي عندك تقيسي منه شي حاجه، كوني مأكده هاد الخطبه والله لا سالات، خلي هادشي كيف ما هكا باش ما تبقيش تغرميه بحال هكا. قالت لي يعني كتفايل عليا، انا ما حملتهاش في هذاك الوقت. صافي هي هذيك دازوا هذوك اليامات، الاب ديالي بدا كيهضر مع الولد، كان نعرف ان الولد قاري، كنعرف ان كاينه واحد الاحتماليه كبيره ديال ان الولد يقدر يخدم في المدينه ونجيو نتحولوا وصافي الموضوع يتسد تما، يعني ما غنمشي نسكن معاه لا في العروبيه لا في والو. يعني عرفنا المساله ديال العروبيه ما غاديش تطول بزاف، وحتى لا طولات انا ما كانش عندي المشكل، كنت متقبله هذيك الفكره حيت كنت باغا نهرب من دارنا. يعني انا راه يجي عندي راجل يمكن في الجبل في هذاك الوقت كان ممكن نقبل به، دارنا ما كنتش مرتاحه فيها وصافي وليت باغا نتزوج، ما بغيتش نبقى زعما بلا زواج بحال خواتاتي. مهم ما بقيتش باغا نجلس في دارنا. صافي هي هذيك الراجل كان عيط ليا وقال لي الو فلانه راه خصكم تجيو عندنا للدار باش نردوا لكم العراضه، ما نردوا لكم العراضه وباش حتى نتوما تعرفوا زعما فين غادي تجيو، يعني على عائلتي. ايوا انا قلت لي واخا دويت مع الاب ديالي، لقيت الاب ديالي هو اللي داوي معاه وهو اللي قال لي خصنا نجيو نشوفوا البنت فين غادي تسكن. مهم مشيت انا والاب ديالي وماما وواحد السيده من العائله، مشينا مجموعين عندهم للدار، فرحوا بينا ما خلاو ما داروا، استقبلاتنا مو منين حطينا رجلينا في هذيك الفيرما وهي كتبين ليا غير الحاجه الخايبه، كتبين لي ديك الروينه والشقا والبهيم وكتقول لي راه شي خصك تعلمي لي وهذا، وراجلي زعما داك اللي كان غيكون راجلي كيقاس فيا وكيقول لي زعما ما ديهاش فيها، راه هادشي راه ما منو حتى شي حاجه. صافي هي هذيك درنا في هذوك الجنانات، شفنا البهيم اللي عندهم، شفنا الخيل حيت كانت عندهم فيرما كبيره. من بعد جينا للدار، دخلنا لواحد الصالون كبير، حطوا لنا اتاي الفاكهه الحلوه نتوما مالي الخير. ايوا جلسنا حتى كنسمع عكوزتي كتعيط ليا، ايوا نط لبس صندالتي وخرجت، كنسمع الصوت حتى كنت عرفتو خارج من الكوزينه. مهم مشيت عندها لقيتها حاطه ليا واحد لاله مولاتي القصريه ما نقولش لكم قداش، وفيها عرام ديال الدقيق، عرام ديال الدقيق تقريبا تكون واحد 4 كيلو 5 كيلو ديال الدقيق. وهي تقول لي احقا بنتي تعطلات وهي اللي كانت غادي تجي تعجل ليا، ودابا راني هانتي كتشوفي يدي بوحدي وخاص اللي يعاونني، الله يرضي عليك بنيتي لما اجني ليا هاد العجينه. قلت لها واخا خالتي. ايوا انا مشيت غسلت يديا وجيت تربعت باش نعجن، وهي تقول لي واش معوله تعجني بشعرك هكاك مطلوق؟ قلت لها واخا خالتي انا غنجمعو. وهي تقول لي بلاتي انا كنت كندير الفولار في الزنقه، غير ما كان زعما شي وحده اللي غنقول لكم محتجبه كندير الفولار في الزنقه وفي الدار. فاش كنكون في الدار، فاش كنكون في شي عرس في شي مناسبه مهم غير نكون في شي دار كنحيد الفولار، يعني ما كان زعما غنقول لكم دير هذاك الحجاب على حقه وطريقه. المهم الله يهدينا. اي وقت لكم السيده مشات وهي كتنقر على بنات اليوم باغا تعجل ليا وشعرها مطلوق وباينه السيده قارحه. ايوا دخلت لك نعمه لاله لبيتها ولا ما نعرف فين، وجابت لك واحد الزيف ديال حياتي باينه عليه مهشكر، يعني ضارب ديالو ديال حبابو. ايوا جات وقالت لي هاكي ربطي بيه شعرك. مهم انا كنت جمعت شعري درت له شفنجه وربطته بهذاك الزيف وبديت كنخلط في هذيك العجينه. شنو نقول لكم، راه ما جيت فين نخلطها حتى كنحس براسي ماشي كيضرني شي حاجه اكثر من الدقان وحس من الدران، كنحس بقلبي تقبط عليا لواحد الدرجه بزاف. هذيك العجينه بزز باش كملتها كنحس بكتافي تقالوا عليا، واحد الاحساس ما عمرني ما حسيت به في حياتي. وهي كتشوف فيا وكتضحك كتقول امك يا امك على بنات اليوم، قالت لك حقا ما حقا باغا تجي عروسه لهاد الدار وهي جوج خبزات غلبوها. ايوا واش غنقولوا النهار اللي نقول لك عجني ليا الخدامه، النهار اللي كنعجنوا فيه 30 40 خبزه. ايوا انا بقيت غير كنشوف فيها ما قدرتش نهضر، كنحس براسي فاشله. مهم كملت ديك العجينه غير بزاز، غسلت يديا وحيت داك الفولار من فوق راسي ومشيت نيشان حدا مايمتي.
جلست ما نكذبش عليكم، صافي تخنقت وليت باغا نخرج من هذيك الدار باي طريقه. الراجل فرحان با تا هو عجبو الحال، با كاع اللي كان ما باغينيش نتزوج في العروبيه فاش شاف الدار وشاف داكشي عجبوه الحال. ماما حتى هي ارتاحت، كانوا كيضحكوا كيهضروا. المهم انا كل شويه كنقول ماما امتى غنمشيو، كتقولي ويلي يا بنيتي حتى نتغداو ونطروه للعشيه، راه حشومه زعما نمشيو في الصباح. صافي بقينا جالسين حتى تقريبا وصلت هذيك الخمسة. ناض با بغى يجمع الوقفه، قال ليه الراجل لا حقا يباتوا معانا، وبدا كيحلف وكيعطي راسو كيقول لي لا والو تباتوا معانا. قالت لي المهم لا ما نقدروش خاصنا نمشيو، ما جابتهاش الدار. ايوا كنجرني وقال لي شوفي غنحبسك هنا وغنقول باك سير جيب ليها الوراق وجينا، راه كنبغيك وكنحماق عليك وما نعرف هادي. قلت له شوف خليني نمشي في حالي، كنت كنحس براسي مخنوقه باغا نخرج من هنا. اصلا ما جابتهاش الدار. المهم هي هذيك كنت درت يديا في يد ميمتي ومشينا مع با. صافي وصلنا في حالنا. اش غنقول لكم، انا راسي ماشي باغي يطرطق عليا شي حاجه كتر. عرفتي كنحس بحال شي واحد كيجي وكيبدا يخبطني على راسي، واحد الاحساس ما عمرني حسيت به من قبل، واحد الالم ما نقولش لكم كل عيانه ومدقدقه ويديا فاشلين عليا. وهذاك خاينه وما بقيتش حامله فيه الشعره، ما بقيتش باغي حتى يصور ليا في تليفوني. بس عندي مايمتي قالت لي شنو بالك، قلت لها ما قبل ليا والو، ان هذيك الدار ما مشيش ليها. قالت لي مايمتي الله يهديك بنتي، قالت لي واش حنا فاش كنا ما باغينش نتيا بغيتي، ودابا فاش حنايا بغينا نتيا ما بغيتيش. قلت لها مي هذيك الدار ما مشيش ليها وهذاك الراجل ما بقيتش بغيتو. مايمتي بدات كطلب وكتزاوي وكتقول لي بنيتي على الشيطان، هذه غير شي عوينه هذه. المهم بقات عليا بالسياسه، وحتى هذاك السيد كيعيط ويسول ويعاود يسول ويقول لي مالك ما مالك وبنتي ليا ما هياش. المهم هي هذيك نعل الشيطان، ولكن انا راه قلبي مقبوض. هذاك السيد ما بقيتش حامله فيه الشعره وفحال وليت غير جاره معاه. المهم هذاك خاينه كان تواصل مع الاب ديالي وقال لي شوف انا غنعطيك 10,000 درهم فيها العرس وفيها الحوايج والصداق، انا عليا غير الخاتم والذبيحه. ديالي قال له مرحبا. وفي هذاك الوقت كانوا مشاو باعوا الليمون. المهم كان جات واحد البركه، هذيك البركه كان قال لي غادي نعاود بها بيت النعاس، حيت انا قلت له هاد بيت النعاس ما عجباتنيش. قال لي وغادي نشريك بها الخاتم ونجيب بها الذبيحه وداك الشيء. قلت له واخا. ايوا مو ساقت لي الخبار وقالت له والو تسقف لي الدار، حيت كان عندها واحد قاع الدار كبير وباغا تسقفو. قالت لي لا غتسقف لي الدار وغدير. المهم بقى تابعه حتى ما خلات ليه الريال هو الاخر. كان عيط ليا وقال لي احقا راه ما نقدرش نبدل بيت نعاس دابا، والخاتم حاولي تشريه من داك المليون، وراه ما نقدرش نجيب الذبيحه. المهم بدا كيتلكك وانا صافي هذاك خاينه هذاك الشيء اللي فيا ما بقاش حامله. صافي هي هذيك تما نوضنا الصداع. قلت له اسمعني يا ولد الناس تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. بدا كيطلب وكيزعوق وكيقول لي علاش وانا كنبغيك وانا ما نقدرش نتفارق عليك وانا داك. له اسمعني انا ما صلحت ليك وانت ما تصلحش ليا، وكنت قطعت عليه كيعيط ما كنجاوبوش. كيتواصل مع عائلتي كيتواصل مع ميمتي والو، كيقولوا ليه البنت ما بغاتكش. المهم حاول حتى هي، ومن بعد كنعرف راسو انه ما بقى حتى شي حاجه، وكان جا ودا الخطبه ديالو. ايوا تما اختي ما نقولش لكم شنو دارت، كتضحك ليا في وجهي وكتقول لي ها شنو قلت لك كتحاب لك غتزوجي هايو. عرفتي كدوي بحال عدوتك وكتقول لي قلت لك النهار الاول ما تهزي من الخطبه والو، حيت ماشي ديالك وماشي ديال وجهك، كتحسي بها كتغير منك. ما فهمتش ديك السيده ما فهمتهاش. المهم زاد تمرضتني حتى هي اكثر. دازو يامات كنت عرفت ان هذاك السيد مخطبت لي وحده نيت من الدوار، يعني بنت العروبيه هي اللي بغاتها ليه. السيد تزوج وانا بقيت هزه المرض، حيت من النهار اللي درت هذاك الفولار فوق راسي ما عمره ما برا. دائما يا كيكون فيها الحريق شويه يا كيتجهد عليا الحريق صداع، ودائما فاشله ودائما عيانه حتى من الخدمه. ما بقيتش خدامه في ديك الخدمه، وليت كنخدم غير من الدار، يعني غير كنبريكولي وصافي. المهم دازت عليا ديال بصح، دازت عليا واحد التجربه اللي ما نقولش لكم عليها. سنين وانا كنحاول نديماري من جديد والو كلشي معكس ليا، كلشي كارهاه. حطيت فيها يديا سبحان الله ما كتبغيش تسهل عليا. ما عرفتش المشكل مناش، انا كندور وكنلقى من نهار اللي درت هداك في حياتي وانا في هذه الحاله. اليوم جيت نعاود لكم قصتي على جوج الحاجات، اولا باش تردوا البال، وثانيا باش تدعوا معايا، والا كانت شي نصيحه البنات نصحوني. وانا الا كنت غنصحكم بحاجه واحده، ما عمركم تهربوا من مشكل وتطيحوا في مشكل كبر منه. دائما خدموا عقلكم، دائما حسبوها مزيان. انايا فاش كنجي نشوف وكنجلس مع راسي كنلقى راسي انا اللي غلطه، كنت باغا نهرب من مشكل ونطيح في مشكل كبر منه. جاب الله كاين الله.
انا اليوم ماشي كنقول حقا كون ولا زعما ما بقاش فيا الحال على هذاك الراجل، الله يكمل عليه ويمكن ما فيش خير، يمكن كنت زوجت به كنت كرفصت، واكيد عجوزه بحال هذيك ما عمرني ما كنت غنتفاهم معاها، وتلقى حتى حياه بحال هذيك كان صعيب باش انني نتاقلم معاها، وكان ممكن انها ما تعجبنيش كيف ما كان ممكن تعجبني، الله اعلم. غير هو انا كنامن ان الخير فيما اختاره الله. حسوا الغزالات، هنا سالت قصتنا. ما تنساوش خليو الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق الزوينه ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.